نعطيك غير واحد النموذج. نعم سمح السيد النائب العام، كان جدل فاش قيل انه تصور فيلم اسرائيلي في المغرب. وزاره الاتصال تبرأت ورجعوا اللور، وكانت الحاله ديال فاش كان الترخيص لبعض الجميلات ديال بلجيكا في انهم يلتقطوا صور امام مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء مثلا. وزاره الاتصال تبرأت كتقول ماشي انا، راه SSM هو اللي عطى الترخيص. SSM هذا ما عنده حتى علاقه بالترخيصات فيما يخص الصور، نكونوا واضحين في القضيه هذه. الا بغيتي انت تمشي امام اي اثر من المآثر المغربيه وتوقف وتصورك زوجتك ولا يصورك المختار ولا هذا الشيء هذا، انت ماشي مطالبه انه نعطيك ترخيص، فهمتي؟ الا مثلا هاد الناس هادو جاو، انا ما خارج كاع بان كاين جميلات وماشي جميلات، صوروا امام المسجد الحسن الثاني، فتصوروا السلام. واش انا تنعطي رخصه الان حتى اي مصور غادي يجي؟ راه يمكن الان السيد القاضي يمكن الان بايفون تصور فيلم وما خبريش، فيلم كامل تصوره اليوم بالتطور التكنولوجي الهائل اللي وقع اليوم. راه تخرج انت وتصور فيلم ممثلين وممثلات وتدخلهم يعني دي شومبر دوتيل ودير لي وتخرج فيلم وتقول كله صورته في الدار البيضاء. المركز واش ندير لهم؟ ماشيش غادير لهم اليوم باش انك انت طلب من اي واحد تيصور تكون عنده رخصه، راه طبعا تطلبها من الشركات. الشركات تجي تطلب لان مهنيه الى اخره. لان انا تنقول لك واحد جا واحد قناص صور اللي بغى بالايفون ويمشي للبلاد ديالو في بلجيكا ولا في هولندا وينقلون 35 ملي ويخرج لك فيلم، وهذاك الفيلم كله تصور في المغرب مسروق. اش غتقول له؟ ما بقيناش بديك المرحله اللي غير تدير الكاميرا فيها 20 ديال الكيلو وخصك توقف الناس والاناره والطوموبيلات يوقفوا. هذا الشيء راه تسالى، راه هادشي حنا يعني من الامور الخاصه بنا اننا ديما تندويو على مشاكل ديال هذه 40 عام. ما تندويوش على الان اشنو غادي يمكن يدار في السينما. لا ميزاجور ما كايناش. لي زابليكاسيون ديالنا كلهم ما بقاوش تينطبقوا. عاد تيقول لك واحد السيد يا اخي صوروا. رجعوا الان القضيه ديال الاسرائيليه او ماسونيه. شركه مغربيه من طنجه تقدمت بطلب لتصوير 5 ايام فيلم اللي هو من انتاج اسرائيلي واللي غيتصور هنا 5 ايام من طرف مخرجه اصلها من المغرب سميتها السيده ازولي. صورت فيلم اللي غادي بحثا عن اسرار الكسكس المغربي. هذه الشركه المغربيه اللي تخدم بطلب بواحد الملف اللي فيه 20 ديال الصفحات معمره ستعطيها الرخصه ديال التصوير 5 ايام غتصور في مراكش وفي ورزازات. هذا ما في القضيه. كان من السهل انك غتتقدم البيلون ديالك ديال ان تقول القضيه، ولكن هذا الشيء غير وارد. ماشي القضيه هو ان غير تدير الان من الشفافيه ومن الامور الضروريه هذه سنوات. كل ما تيتعمل في المركز السينمائي، وهذا كاين الناس اللي يشهدوا على القضيه، تيتقدم في المهرجان ديال طنجه بكيفيه واضحه. حتى المردوديه الماليه ديال العمليه هذه شنو هي؟ هذيك ال5 ايام اللي تصورت هنا من هذيك الشركه ديال طنجه غادي تكون خلات واحد 450 الف درهم، بينما المدخول السنوي اللي خلونا الانتاجات الاجنبيه هنا السنه ديال 2012 كان واحد 340 مليون ديال الدرهم. 340 مليون ديال الدرهم تتقسم. حتى ما كاينش هنا شي يقول لك كاين بزنيس تما، ما كاين والو يا اخي. هذه مخرجه من اصل مغربي بشركه مغربيه طالبوا ترخيص وتيحترموا كل ما هو مطلوب في المغرب. اذا يا اخي انا ما ولا جات شركه اسرائيليه في النقطه هذه يعني غير باش نكونوا واضحين. ما قتلناش ياسر عرفات الله يرحمه. ما مشيناش ما خناش القضيه الفلسطينيه لدرجه ان واحد غادي يقول لك انت صهيوني وماشي صهيوني. زيد على ذلك ان الا دخلنا الميدان ديال اشنو العلاقه بفلسطين ولا شي حاجه، يمكن كل واحد يعطي عاوتاني المستندات ديالو. والناس اللي تيغوتوا بزاف يمكن ماشي هما اللي عايشوا حقيقه القضيه الفلسطينيه
من البدايه ديال الممارسه السياسيه ديالهم، ما نبقاوش ندخلوا في هذه الامور هذه. نبقاو الله يعطيك الخير ضياء بزاف. في هذا المكون اليهودي المغربي تطرح ايضا نفس النقاش حول الفيلم ديال تين غير جيروزالم ديال كمال اشكر. وفي هذه البلاصه الاسبوع اللي فات كان دريس اليزامي ديال حقوق الانسان وهضر على المكون اليهودي اللي كاين في اسرائيل. ايضا في هذه الحاله الوزير ديال الاتصال يعني لغه الغاجه ما كايناش في البرنامج عبر على امتعاضه من ادراج ذاك الفيلم في المهرجان ديال طنجه وما حضرش المهرجان. شكون هذا؟ وزير الاتصال اللي هو مصطفى الخلفي عبر على امتعاضه وما حضرش المهرجان وكان كل شيء عارف ان السبب هو ذاك الفيلم. هذاك الفيلم اولا غير باش نكونوا يعني واضحين في القضيه، فيلم وثائقي بسيط مشحون عاطفه، مشحون واحد الحميميه حقيقيه بالمغرب ديال تنغير. كان هذا المغرب ديال تنغير موجود هنا او موجود في القدس. كانت هذيك المراه اليهوديه تدوي اللغه ديالنا الدارجه او تدوي كانت كتدوي امازيغيه وتتغني امازيغيه. يعني الشحنه الاساسيه ديال الفيلم هي واحد تعاطف قوي مع واحد الشخص اللي عرف الاصل ديالو اللي هو من تنغير وبقى تابع هذاك الاصل ديالو الى ان وصل للقدس. كان يمكن يوصل لاوكرانيا، كان يوصل يعني هذا التعاطف. ولكن الفيلم يا اخي بسيط جدا، بسيط ويعني التعامل معه. فاذا صنعوا لنا واحد الهاله ديال النقاش كأن عندنا الفيلم ديال القرن الواحد والعشرين وهذاك يعني قامت عليه حتى اللجنه يعني تصرفقات ومشات قالت جائزه لما يعني هذه القضيه يستحق جائزه، ما يستحقش. لا يستحق جائزه ولكن ماشي بهذا يعني غير قامت واحد معارضه نحن ضد الاخرين نحن مع الى اخره. طبعا حتى ياخذ الاضواء حتى تقول هذا الشيء هذا غير تشوف الفيلم يعني تقول فيلم زويون بسيط في واحد شحنه عاطفيه قويه جدا فعلا. انا بعدا تنهرب من الافلام اللي فيهم ديك الشحنه العاطفيه، ولكن هذا رايي انا تنهرب من الافلام اللي فيهم الموسيقى بزاف، هذا رايي هذا. ولكن هذا النقاش اللي وقع في الباب ديال السينما الروسيه لا هذا وقع له تاثير. الفيلم كيستحق التنويه، كيستحق جائزه، وكيف ما كان الحال غير تعطيه واحد اللجنه جائزه فهي مستحقه. ولكن كون ان المهرجان ديال طنجه كله كان مبني على الفيلم تنغير جيروزالم، يعني تظهر لي التطرفات هذه راه تتبعدنا اولا على الموضوع الاساسي. ثانيا تدير لنا واحد الشاشه ديال الغبار ما تنبقاوش حنا نشوفوا ما وراء هذيك الغبار، عوضا من اننا نتناقشوا القضيه بهدوء. الوزير ما مشاش للمهرجان. نعم غاب الوزير على المهرجان. الوزير ما جاش للمهرجان وهو من حقه ما يجيش للمهرجان طبعا. وهذه يعني ما حتى حد ما غادي يحاسب السيد الوزير.